لهم وأنت ترقيهم لأسرار حضرتي. أغثني من ذنوب كثيرة ومن كيد إبليس اللعين وزلتي ومن كيد نفسي يا وحيد بجذبة تزيل رعون النفوس بسرعتي. فأنت مراد الله كله لأجلك كان الخلق في حسن صورتي ولولاك ما تاب الإله لآدم ويوسف من شب النجاة بمشيئتي ولولاك لم يملك سليمان ملكه ولم يفد إسماعيل كبش لجنتي من النار إبراهيم نجا ويونس من الحوت موسى في تراكم لشتي تدارك نوحا في سفينة منة ولولاك لم ينجو المسيح بقتلتي ومنك رضا الرحمن يا سر سره ومنك الوجود كلهم بالمشيئة ومنك الرضا والسخط والعلم والندى ومنك جلاء القلب في كل لحظة. فما البدر يحكي الحسن منك وإن جلا وما الغيث يحكي الفيض منك برحمتي ومنك شقاق البدر والنور نوركم ومنك شعاع الشمس يا عين بهجتي أيا صورة الكون المعظم قدرها ويا من صفى الأرواح منه بحكمتي. فإن امرئ جاء يستغيث لذنبه كذاك جماع النفس جود بعطفتي وحقق أيا مولاي فيك إرادتي فتصرب عني غير كل وشملتي وفتحا مبينا ينجلي بفيوضه عن النفس كل الحشو أسرع لحظتي. أقلني يا أمين إقالة وما عظمت عن سجودك زلتي فأنت طبيبي فشدائي بسرعة وحي بنادنا بحياء سنتي وأنت كريم والسمي محمد يريد شفاعات ونيل مودتي وألف صلاة الله ثم سلامه عليك ختام رسل هذه البرية مع الآل والأصحاب ما نال مورم وقوفا بمغناكم بصدق محبتي. وذا الهائم الجاني يقول استغاثة إليك رسول الله يشكو بطالتي إن سيرت بجاه المصطفى كرما وجاه أحمد شيخي خاتم العالمين وجاه والدنا شيخي خليفته مع الوسائل طرا حامل الحكم من الشرور ومن كيد العدو ومن شماتة من عدو جالب الغمم أو حاسد شامت أو ذي مقاشعة رام اهتضامي من عرب ومن عجم ومن طوارق الليل فيه ترقني وفي النهار سوى الخيرات والعصم ومن سلاطين هذا الدهر أجمعهم قنا إلهي شرور الكل بالكرم ومن إساءة أهل السوء تعصمنا كذا مكائد أهل الكيد والنقم وأولنا الدهر من قطب الورى مددا بوابل من الريفان ثم الصلاة على المختار المضر وآله الطيب الأخلاق والشيم. أستمطر الخير من ربي وأطلبه منه سريعا بلا كد ولا تعب وقد توصلت بالهادي الشفيع لنا ذي العز والجاه والإكرام والرتب صلى عليه إله العرش ما قضيت حاج بحرمته من واهب الطلب وبالتشاني قطب الكون همته مغيثة من جميع الدلق والكرب عجل إغاثة ملهوف وذي كرب لما دعاه من الأقلال والنصب مستفتحا رحب باب الفضل منتشيا منك الكثير بلا من ولا عطب فالطف بذلي وفقري أنت ملجأ من ضاقت به الحال من حزن من رهب دارك عبيدا ضعيفا مصفا وجلا بوابل من حي الخيرات منسكب فلا تخيب دعائي يا مجيب إذا فأنت أرحم من أم بنا وأبي فلا تخيب دعائي يا مجيب إذا فأنت أرحم من أم بنا وأبي صلى الإله على المختار المضل وآله مصطفين السادس النجبي يا رب فاحمهمانا على ممر ليالي بحق طه وصحب له كرام وآلي وابسط لنا كل خير لا ينتهي بانهمالي واصلح لنا الحال كلا من كل أهل ومالي واحفظ جناب حمانا من سوء صرف الليالي وحلنا في البرايا بهيبة وجلال واحفظ حمانا إلهي من منزل وإيالي وصاحب ومريد وناصر ووالي ثم الصلاة على من قد كان ختم الكمال وناصر وسحاب وآله موالي يا سيدي وجميع الناس اغبطني إذ كنت عبدك في سر وفي علني عبد الكريم إذا من ضاف مرتفع تلك الإضافة منها الخفض لم يكن إنا حيارى واقفون ببابكم يا سيدي يا أحمد التشاني إنا حيارى واقفون ببابكم يا سيدي يا أحمد التشاني إنا حيارى واقفون ببابكم يا سيدي يا أحمد التشاني كوقوف عبد ضارع متملق نرجو هجوما نداك بالفيضان أنت الوجود والسر السر وجودهم أنت الممد لأولياء الأزمان أنت الولي ابن الولي ابن الولي ابن الولي ابن الولي أماني حتى انتهت تلك الولاية والعلا لجناب الختم الأنبياء العدناني صلى الإله عليه ما دام الورى يحتاج من فيضانه النوراني بحرمة بجاه بحق بسر بركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبقنا صراط الحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله قدر